أقول بعد السلام والتحية. للأسف أقولها وبفم مليان إن الهيئات المستقلة التي يتقاتلون بينهم عليها هي ليست مستقلة، إنما أصبح فقط العنوان إنها مستقلة، كونهم حزبوا كل شيء وجعلوا كل شيء قابل للتفاوض ولمصالحهم الحزبية، وأصبحوا لا يستحون من المواطن بإعلانهم وبكل استهزاء على القنوات الفضائية إن اللجان التفاوضية حول هذا الموضوع لم تصل إلى حل. وهل الأشخاص الأكفأ ليس لهم وجود في العراق، أم المحزب فقط هو من يتعين بهذه المناصب للأسف؟ يعني أنا أقول أنها ليست مستقلة باعتبار أن تعيين الأشخاص الموجودين في هذه الوكالات من قبل شخص واحد وبقرار فردي، ولهذا ليس لمجلس النواب أي سلطة عليهم، بينما الدستور يقول أن ارتباطهم بمجلس النواب. لهذا نحن مطالبتنا من هنا تنبع أنه عندما يشعر هذا الذي عين أنه هو رئيس لهذه الهيئة، عندما يأتي في مجلس النواب ويتلو سيرته الذاتية ويتم المصادقة عليه أو عدم إعطائه الثقة، عندما يذهب إلى الموقع يذهب وهو يعلم أن غطاءه الشرعي مجلس النواب، وأن مجلس النواب سيراقبه، وأن مجلس النواب سيحاسبه. أما اليوم عندما يكون التعيين من فرد سيكون ولاءه لهذا الفرد وطاعته لهذا الفرد، ومن هنا الخشية على الدولة